شكرا عبد الرحمن. يعطيك العافيه. عبد الله العضيبي دائما. طبعا بدينا بعبد الرحمن. عبد الله. طيب ناخذ سمير بعدين. سمير، اليوم تشارك طبعا مع الكوكبة الإعلامية في هذا اليوم. كيف تصف لنا ما تراه الآن في أرضية الملعب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين. الحمد لله، يعني حلم لشباب المملكة بصفة عامة وشباب جدة بصفة خاصة، الحلم الذي يفتتح في هذا اليوم برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله هي هدية لشعبه، هدية لشباب هذا الوطن. أتشرف بأن أكون من ضمن الطاقم الإعلامي الذي موجود في هذا الكرنفال، يعتبر ليس مباراة. ثانيا طبعا منشأة كنا نحتاجها من زمان، وإن شاء الله أنه بداية الانطلاقة في منشآت أكبر وأفضل على مستوى العالم نتمناها إن شاء الله. شكرا لك سمير. يعطيك العافية. اللقاء الأخير طبعا رياض المزهر مع الزميل نايف مشهور. نايف تفضل. فقط شكرا لك زميلي ريان الزمزمي. فقط أذكر الآن صوت أذان المغرب يتواجد هنا ويعلو في أركان ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية. نشاهد أيضا الإضاءات التي بدأت في العمل في مدرجات الجوهرة المشعة، في المدرجات الخاصة في ملعب اليوم قبل حفل الافتتاح المقرر انطلاقته بعد قليل. ينضم معي الآن بالتأكيد مجموعة من الزملاء في فريق عمل السعودية الرياضية المتواجد، فريق عمل يتجاوز 100 شخص متواجدون هنا في قنوات السعودية الرياضية لنقل النقل متميز لكم أنتم مشاهدو قنوات السعودية الرياضية. زميلي ورفيق الدرب رياض المزهر. رياض أهلا بك. حلوة الهدية، هدية خادم الحرمين الشريفين للرياضيين. يعطيك العافية نايف. أول شيء نقول للملك يعني ألف شكر على هذه الهدية الجميلة الممتعة اللي كنا نتمناها وننتظرها من سنين طويلة. أعتقد أنه منظر يغني عن أي كلمة الواحد حاب أنه يعبر فيها ويحب يقولها في هذه المنشأة، واكتملت جمالية الملعب بالحضور الجماهيري الجميل. نرتاح من مشوار الشرائع بإذن الله إن شاء الله. حنفتقد زملائنا في الشرائع، هو صحيح إن شاء الله راح نفتقدهم، ولكن راح نستمتع إن شاء الله أكثر في منشأة زي هذه مميزة جميلة يا نايف. الأجواء بصراحة في الملعب يعني ملعب صعب تقدر توصفه أو توصل فيه بكلمة مختصرة إنك توصف هذا الملعب المميز. عبد الله عضيبي مسوي ثقيل علينا اليوم. أبو نورة يعطيه العافية، يعني كمدير مراسلين ومسؤول وما بين التلفزيون والتغطية الإعلامية، الله يعطيه العافية أبو نورة، ما قصر برضه. كم عدد المراسلين اليوم ما شاء الله تبارك الله؟ أنا كل شيء أشوف الحبايب كلهم موجودين معنا اليوم أعتقد أنه طاقم المراسلين موجود بالكامل، بالإضافة لاثنين من زملائنا المميزين بدر الرافع وعمار بحكيم، اليوم راح يكونوا موجودين في تقديم فقرات الحفل. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. العدد كبير ما شاء الله. تعبتوا داخل الملعب؟ بصراحة تعبنا اليوم. احنا اليوم تواجدنا من البوابات من الساعة 3:30 على حسب ما أعلن مساء البارح ندخل الساعة 4. اليوم الجماهير دخلت متأخرة، كان منظر الدخول يعني ما كان هو المرغوب، ولكن الحمد لله يعني تيسرت الأمور. إن شاء الله يتعوض في باقي فقرات الحفل وفي نقطة أخيرة إن شاء الله نكون تغطيتنا مميزة بتغطية الأحداث. وقت مبكر الحين مدينة اليوم أكيد، وبس هي رسالة برضو للجماهير. الملعب هذا أنشئ لنا إحنا كإعلاميين وكرياضيين، ولكل من يحضر هذا الملعب له. أتمنى أنه بالفعل نحافظ على هذه المنشأة ونعرف نتعامل معها، عشان هي هدية ثمينة وغالية، ونتمنى لها التوفيق. عبد الله أبو نور الله يعطيك العافية. إيش أخبار الشمس برا؟